السلام عليكم. هذا نداء إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام، ربي يحفظهم يحفظ الجزائر. أنا السيد الأطرش منير من ولاية بسكرة بلدية فغالة، فلاح وتاجر تمور، تعرضت إلى السرقة والنصب والنهب والتعدي ومحاولة قتل. الواقعة تعود في جانفي 2023. السيد هذا اللي كريت عليه غرف تبريد في طولقة، المدعو مامليم، كريت عليه الغرف التبريد في سبتمبر 2022. وحنا الموسم التمور عندنا هنايا في سبتمبر اكتوبر نوفمبر، موسم التمور. كريت عليه انا الغرف التبريد هذو في سبتمبر، عبيت الغرف التبريد في نوفمبر، كملنا الغرف التبريد. كان عندي ثم عساس في الغرف التبريد هذيك، بعثت له 3 من الناس تعرض الى الطعن بالموس، جاوهم 3 السيد هذاك العساس اللي كان عندي رفع قضيه في كي دخل السبيطار في عند الدرك الوطني في بلديه طولقه ضد مجهول، لانهم 300 ما عرفهمش. في 9 جانفي، في المده هذيك اللي كنا حنايا لاتين بالعساس وجاري وكذا، في 9 جانفي السيد هذا اللي كريت عليه الغرف التبريد يسكن في طولقه، هذا المدعو مامليم، لحم لي الغرف التبريد ومنعني اني نتصرف فيهم. ايوا رفعت قضيه عند السيد وكيل الجمهوريه بلديه طولقه باللي السيد هذا بدون اي سابق انذار والله بدون اي سبب يروح يلحم لي الغرف التبريد. جيت انا الصباح لقيت الغرف التبريد نتاوعي ملحمين، الكراجات ملحمين. حنا اي واحد كي يكري غرف التبريد راح يبدل الفاشيات الاقفال، لان الاقفال تاوعنا اللي بدلتهم. كي تكري اقفال ولا تروح تبدلهم تاوعك. جيت الصباح لقيتهم ملحمين، رفعت قضيه عند السيد وكيل الجمهوريه. الاجراءات مازال ما تمتش، مازال ما بداتش. في 15 جانفي يجيب هو جماعه 4 من الناس ولا 5، يجيب خاوتي ويجيب بن خوه ويجيب معاه اخرين ويكسروا لي البيبان في الليل. كسروا لي البيبان لانه العساس ما كانش ضربوه بالماس، هربوا لي العساس من ثم، كسروا لي البيبان وهزوا السلعه. تصادف انه يجي كان عندي انايا واحد من ولايه بسكره في الولايه تاجر، جا عاقب قال لي منير الفريقوات راه مفتوحين في الليل، السمش مازال ما طلتش. كنت ذاك الوقت انا في حيره في الصباح، نروح نعيط انايا لاصحابي ولا نروح نعيط انا للمالين اللي حاطين معايا، نعيط للشركه خفت تسرق كاش ما حاجه طيح روح شغل. قعد طولت وانا باش هذاك، ومن بعد عيطت العسره 55 للدرك الوطني. جاو الدرك الوطني تاع البرج بن عزوز في 15 جانفي، المحضر تاع الجدارميه تاع البرج بن عزوز يقول الرقم الهاتف 0772 الأطرش منير اتصل على 8 على 8. عيطت وجاو ثم واللي قاو الفاشات مكسرين، واللي قاو السيد مكسر البيبان، واللي قاو ثم شدوه متلبس ب3 ديافام و5 من الناس. 5 من الناس اللي قاهم ثم شادين البيبان ومكسرين الفاشات ثم يطيحوا مكسرين ثم، وقضيه بحديد طويل بفتحوا بيه البيبان الداخليه تاع غرف التبريد. طولنا حنايا ثم في الاجراءات، داروا المعاينه نتاعهم، المحضر نتاعهم تاع الجدارميه، نحاو لي البرميل نتاعي، نحاو البرميل تاع السيد، وقالوا لنا الحقوا لنا الضبطيه القضائيه في برج بن عزوز. انا عاود غلقت ثم البيبان، غلقت ثم البيبان لان المفاتيح عندي انايا، غلقت ثم البيبان والفاشات المكسره هذيك، رحت غلقت الباب من الداخل وبقى الفاشات الاخرى الصحيحه فرميت الباب. رحنا للضبطيه القضائيه، انا رحت في ذاك الوقت الضبطيه القضائيه، السيد ما راحش، شديني ساعتين في التحقيق في الضبطيه القضائيه، والسيد عاود رجع بدل الفاشات. عاود كي خرجت من التحقيق انايا رجعت للفريق وقت اللي لقيتهم الفاشات تاعهم مبدلين.
كي شغل قبضوني روح نسرق انايا، ما عندي لا حاجه. مشات القضيه هذه السيد الرئيس وجاء حكم غيابي عام ونص، حبسوا 200 مليون لانه السيد غيابي في ماي. حتى القضيه في سبتمبر 2023 جات القضيه الدوزيام اللي سرق فيها، دخل فيها الحبس 3 سنين ويرجع لي حقي اللي هي 1,300,000. كسر الشرع لحقت المجلس في المده هذيك. الغيابي هذا دار عليه معارضه بس بلغوه هو في الحبس، دار عليه معارضه. دخل الحبس باش يرجع لي حقي. كي لحقت المجلس دار هو 4 محاميين غلطوه للاسف، غلطوا القاضي وقالوا له باللي راه نفس القضيه، غلطوا القاضي قالوا له باللي راه نفس القضيه وراه نفس الرقم. السيد خرج بالحكم عدم جواز المتابعه مرتين. يا سيد الرئيس عبد المجيد تبون القاضي الاول للبلاد الى السيد وزير العدل، راني تعرضت الى اجحاف في حقي، راني عامين وهي حياتي مبلوكيه، عامين وانا حابس من حياتي. كاين ناس عطاتني صوارد، كاين ناس سلفتني صوارد، راه طالب في حقها من عندي. ديروا لي حل يا سيد الرئيس، يا سيد الوزير العدل حافظ الاختام، ديروا لي حل للقضيه نتاعي، لانه السيد خرج من الحبس راه يدور عادي لبرا، والقضيه راه عندها قريب العامين. ما عرفت روحي لا نخدم، ما عرفت روحي ندير حتى حاجه، بقيت نتابع في العداله. المعارضه اللي دار عليها هو في الحبس ما جاش، ما حضرش، خرجت المعارضه كان لم تكن. وين حقي؟ انا راني اطالب بحقي من هذا السيد اللي ضيعني وضيع الناس معايا، ضيع لنا حياتنا. راني اطالب بالسيد عبد الرئيس عبد المجيد تبون القاضي الاول للبلاد الى السيد وزير العدل، راني حاب ديروا لي حل القضيه نتاعي. راه الواحد عاد ما يقدرش حق الناس، دا لي حقي ودا حق الناس. ماهيش 100 مليون، ماهيش 200 مليون، ماهيش 300. السيد راه دا لي اكثر من 1.5 مليار يا سيد الرئيس، والادله والاثباتات وكل شيء موجود، كل شيء، كل الادله مثبوتوت، ومستعد ان نراهن لحياتي. كل الادله موجوده، كل الادله موجوده. راني يا سيد الرئيس راني حاب دير لي حل للقضيه نتاعي، يعني اللي عنده حق يديه ويربح في الامان. الا عندي حق اعطوني حقي، يرجع لي حقي. انا هربت للعداله، ما حبيتش ان تكون الجزائر فوضى ومشاكل رحت هربت للعداله باش الجزائر هذه ما توليش غابه والله كل واحد يجيب حقه بيده ولا حاجه. هربت للعداله، اذا عندي حق اعطوه لي، اذا ما عنديش قولوا ما عندكش. هذا مكان. ومشكور يا سيد الرئيس، ومشكور يا سيد وزير العدل اذا سمعتوا هذا النداء ان يديروا لي حل للقضيه نتاعي اللي عندها قرب العامين ما صرا فيها حتى اجراء. هذا السيد راه سرقني ودار محاوله قتل. وشكرا لكم.